الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الحبيب النبي وآله وأصحابه أجمعين صلى الله عليه وسلم. سنرى في رؤية اليوم كيف ضرب الله سبحانه وتعالى المثل في الرؤيا بفتنة أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الزمان، ألا وهي فتنة السراء، فتنة النعماء. إذا كان المسلمون ابتلوا في بعض بقاع الأرض بالضراء، فلعلنا ابتلينا بما هو أعظم خطرا، ألا وهي فتنة السراء، كما قال الله سبحانه وتعالى: وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون. وقوله تعالى: ونبلوكم بالشر والخير فتنة، أي أن الله سبحانه وتعالى يبتلي عباده بالخير كما يبتليهم بالشر، بل إن فتنة الخير والنعماء هي أعظم وأشد خطورة من فتنة الضراء. لعل الإنسان إذا ابتلي بالضراء يرجع إلى الله سبحانه وتعالى، يتضرع إليه ويذكر الله. إذا ابتلي الإنسان بفتنة السراء فإنه ينسى ويبتعد. ولذلك جاءت هذه الرؤيا فيها التذكرة لطائفة المؤمنين بصفة خاصة دون غيرهم. رؤيا نحسبها من الصالحات ولا نزكيها على الله. تقول: رأيت كأنه توجد مائدة كبيرة جدا بطول الطريق لمد البصر، يعني كأنها لا ترى آخرها، وكانت هذه المائدة مليئة بأنواع الطعام، وكأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء ومعه أمهات المؤمنين، لم ترى وجوههن ولا وصفهن، ولكن سمي لها أنهن أمهات المؤمنين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لهن: كلوا من نصف هذه المائدة فقط، يعني كأن إرشاد النبي صلى الله عليه وسلم أن نصف المائدة أكثر من كاف واتركوا الباقي. وكأن إحدى أمهات المؤمنين أتت لتأكل من النصف الباقي وتترك ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم. تقول الرؤيا: وجاء في نفسي وأنا أنظر، يعني الرؤيا تشاهد المشهد فقط، تنظر وتشاهد فقط، ليس لها دور في المنام. تقول: جاء في نفسي لو كنت أنا لاستمعت لأمر النبي صلى الله عليه وسلم وأكلت من النصف الذي أمر به فقط. كأن الله سبحانه وتعالى رحمة منه ورفقا بإحدى أمهات المؤمنين يريها مشهد لأناس يصطرخون في النار ويتعذبون في نار جهنم، رحمة منه لتتعظ وتتذكر. وانتهت الرؤيا. المائدة بهذا الوصف التي لا تقريبا لا يرى آخرها، إنما هي رمز للنعماء وفتنة النعماء أو فتنة السراء، لأن الطعام كثيرا ما اقترن ذكره في القرآن الكريم بالشهوات، كما قال الله سبحانه وتعالى: ولحم طير مما يشتهون، وقوله تعالى: وفواكه مما يشتهون. فهذا الطعام الكثير يرمز للشهوات والنعماء التي إذا انغمس فيها المؤمن ضاع إيمانه وهلك. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يأكلوا من النصف ويتركوا الباقي، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: والله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على الذين من قبلكم، فتنافسوها كما تنافسوها، فتهلككم كما أهلكتهم. كذلك هذه المائدة المشروطة تشبه مائدة عيسى عليه السلام التي نزلت على الحواريين، وكانت مشروطة وكانت آية وفتنة، كانت ابتلاء واختبار للحواريين. جاء أمهات المؤمنين هنا تسمية فقط ليرمزوا إلى طائفة المؤمنين. وهنا الأمر الخطير أن المؤمن قد يقع ووارد أن يقع في فتنة النعماء وفتنة السراء. وهنا رحمة الله سبحانه وتعالى، الرسالة لأهل الإيمان أن انتبهوا واحذروا، يستذكروا ويرجعوا. وأراها الله مشهد العذاب وأناس يصطرخون في النار من شدة عذاب جهنم، لعلنا نتذكر نعود إلى الله سبحانه وتعالى. من أقوال أهل العلم أنها سميت بفتنة السراء لأنها تسر الناس وتلهيهم بالمعاصي والشهوات، وكذلك لأنها تسر الأعداء، وهذا هو الواقع الذي نعيشه. بعض المسلمين منغمسين في الشهوات وفي النعم، وهذا ما يسر العدو، وهذا هو الواقع، والله المستعان. والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.